من أخبار حوادث السير ببلادنا بوسط الدار البيضاء حادثة سير هذا الصباح اصطدام حافلة بواجهة إحدى الوكالات البنكية بحي بن تاشفين. الحصيل 9 جرحى هم ركاب الحافلة، من بينهم 2 في حالة خطرة، هذا إضافة إلى خسائر مادية لحقت بالوكالة. لحسن الحظ الحادث وقع قبل أن تفتح هذه الوكالة أبوابها للزبناء. روبورتاج جليلة بن فتان ويوسف الغازي. أضرار مادية كبيرة واجهت إحدى الوكالات البنكية هنا بشارع يوسف بن تاشفين تهشمت عن آخرها عندما اصطدمت حافلة للنقل العمومي بالبنك، وذلك بعد أن تعرضت هذه الحافلة لاصطدام مع شاحنة من الوزن الثقيل. كانت الساعة آنذاك 6:30 صباحا، ولنا أن نتصور حجم الخسائر لو كانت الساعة 8:30 صباحا بتواجد العاملين أو الزبائن بالوكالة. المعلومات الأولية هو أنه كان واحد طوبيس الفروج اللي يمكن ما وقفش فيه، وجا هو يدخل في الباب ديال الوكاله ديالنا، ودابا حنا كنديروا الاجراءات. جاو الناس ديال الامن على الفور هما وداروا الاجراءات ديالهم، وحنا حنا كنعاينوا الخسائر. انا طليت سمعت الضربه، طليت لقيت الطوبيس اللي رموك وقليه وشط الطوبيس، طليت شفت الطوبيس داخل في البانكه باللي هودناه، لقينا سميتو دخل، لقينا واحد 4 مجروحين اللي مجروحين. نحن الآن بقلب قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس، حيث نقل على عجل 9 كانوا ضمن حافلة النقل العمومي وضعيتهم مستقرة، باستثناء حالتين تم نقلهما إلى مستشفى بن رشد، من بين الحالتين سائق الحافلة. حبيبتي غاديين في الطوبيس عادي، هذاك جاي من مرك وهذاك من مرك، ما عرفنا الهاد سميتو شكون لافوت فيه من تدخل بينا البنكة. دخل بينا البنكة ما بقيناش لقينا كيفاش نخرجوا، تسدوا علينا البيبان ديال الطوبيس. انا ما عقلتش على راسي. هناك حالتين حرجتين تمكنتا من اخذ ما هو ضروري داخل المستشفى، وتم توجيههم الى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد. في خصوص ال7 حالات المتبقات، هي حالات مصابة بإصابات خفيفة على شكل ردود وخدوش. هو جنون السياقة، حادثة سير أخرى تنضاف إلى صور فوضى مشهد السير بالبيضاء، أن تخطئ حافلة في مسار سيرها وترتطم بواجهة إحدى البنايات. صورة تسائل السائق أولا، هل هي حالة سهو أم السرعة، أم هو الاحترام لقانون السير بكل اختصار؟